إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا في شعب الجرار اغتسل سهل بن حنيف في ذلك الشعب، وكان رجلاً أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. وهذا كناية عن إعجابه بصفاء جلده. قال: فلبط بسهل، أي صرع مكانه فما استطاع الحركة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ فوالله ما يرفع رأسه وما يفيق. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. نظر إليه فقال ما قال، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل من خلفه على رأسه وعلى ظهره من ورائه، ويكفئ القدح وراءه. ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. أيها المسلمون، نقف مع هذا الحديث بعض الوقفات. الأولى أن في هذا الحديث دليل على ثبوت صحة أمر العين، وأنها تؤثر بإذن الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فأمر العين ثابت في السنة، وهو أيضا ثابت في القرآن. فقد قال الله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس ومجاهد: ليزلقونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، يريدون أن يصيبوك بالعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله جل وعلا. وقال الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد
وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: خشي عليهم العين، فإنهم كانوا ذا جمال وهيئة حسنة، فخاف أن تصيبهم أعين الناس. وقال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. قال قتادة وعطاء: ومن شر عينه ونفسه. ولهذا قيل: كل عائن حاسد. وبهذا تعلم يا عبد الله أن الأصل في الإصابة بالعين الحسد، تتكيف نفس الحاسد بكيفية خبيثة، ثم تستعين على ذلك وعلى إنفاذ سمومها بالنظر بالعين، فتؤثر في المحسود وتؤثر في المعيون بإذن الله جل وعلا. وهذا يشبه نوعا من أنواع الحيات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقال: اقتلوا الأبتر وذي الطفيتين من الحيات، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. الأبتر الحية التي ذنبها قصير، وذو الطفيتين الحية التي في ظهرها خطان، فمن نظرت إليه ونظر إليها خطفت بصره بإذن الله جل وعلا. وإذا نظر إلى الحامل ونظرت إليه سقط ما في بطنها. فيا سبحان الله، هذا من عجيب صنع الله تبارك وتعالى، أن يجعل نظر بعض الأشخاص وهذا النوع من الحيات أن يجعل فيه الضرر لمن وقعت عليه تلك النظرات. نسأل الله السلامة والعافية. وكما أن الإصابة بالعين تكون من الحاسد، فكذلك تكون الإصابة بالعين بالإعجاب بالشيء الحسن مع عدم التبريك. والإعجاب بالشيء الحسن من طباع البشر، فإذا لم يكن هناك تبريك فربما أصابت ذلك الشيء الحسن أصابته بالعين. وهذا ما حصل في قصة سهل بن حنيف، فقد نظر إليه عامر بن ربيعة وهو الصديق المحب رضي الله عنه وأرضاه، نظر إليه نظر إعجاب وقال ما قال ولم يبرك، فخر سهل مغشيا عليه لا يستطيع الحركة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من أخيه ما يحب فليبرك، فإن العين حق. فلهذا قيل: العين عينان، عين حاسدة وعين معجبة. وكما تكون العين من الإنس وتكون الإصابة من العين الإنسية، كذلك تكون الإصابة من العين الجنية. فقد ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية لها بها سفعة في وجهها، يعني بها سواد في وجهها، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال جماعة من أهل العلم: النظرة يعني من الجن، من أعين الجن والشياطين. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستر عوراتنا من أعين الشياطين وأعين الجن بأن نذكر اسم الله، فنقول بسم الله إذا وضعنا ثيابنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن والشياطين. إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. ومن هنا استحب العلماء إذا دخلت مكان قضاء الحاجة وهو مكان لخلع الثياب
أن تقول قبل قولك اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث أن تقول بسم الله. الوقفة الثانية معاشر المؤمنين في هذا الحديث بيان لسرعة تأثير العين وشدة ضررها. إي وربي، فضررها وفتكها أشد من فتك السهام، أشد من فتك الرصاص. نظر عامر بن ربيعة إلى سهل بن سعد وقال ما قال، وفي لحظات خر مغشيا عليه ما يستطيع أن يرفع رأسه ولا أن يفيق. نعم معاشر المسلمين، هذه العين تجعل السليم سقيما والصحيح مريضا والقوي ضعيفا والشديد واهنا، تجعل المعافى مبتلى في لحظات بدون مقدمات، بدون أسباب معروفة، بل لربما أوصلته إلى منيته وأدخلته القبر. قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. تدخل الرجل القبر أي توصله إلى الموت، وتدخل الجمل القدر أي يصاب الجمل بالعين فيضطر صاحبه إلى أن يذبحه ويدخله القدر. وهكذا إذا كان هذا في الرجل وهو الشديد القوي ذو الرجولة، فكيف بالنساء، فكيف بالأطفال؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. الوقفة الثالثة معاشر المسلمين أنه يجوز أن نسأل المصاب أو أهل المصاب عن العائن، عمن يظن وعمن يتهم بأنه قد نظر إليه إما نظرة حسد أو نظرة إعجاب ولم يبرك، لقوله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فليس في هذا السؤال أي عيب معاشر المسلمين. وهكذا الوقفة الرابعة أنه ينكر على من كان ينظر إلى الناس نظرات الحسد ونظرات الإعجاب بدون أن يبرك، لقوله صلى الله عليه وسلم علامة يقتل أحدكم أخاه هلا، وهذا حرف عرض فيه حظ وإزعاج. هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. الوقفة الخامسة معاشر المسلمين أن في هذا الحديث بيان للعلاج لمن أصابته العين. أما بالنسبة للناظر، من نظر نظرة إعجاب فإن عليه أن يلازم ذكر الله بأن يبرك كلما أعجبه شيء من نفسه أو من ولده أو من زوجه أو من أقاربه أو من إخوانه أو من جيرانه. كلما أعجبه شيء فإنه يلازم التبريك فيقول اللهم بارك عليه، اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا لازم العائن هذا الذكر فإنه لا يحدث ضرر بإذن الله جل وعلا. وهكذا إذا أصيب الإنسان بالعين فإذا عرف العائن فإنه يؤمر بالاغتسال. قال جماعة من أهل العلم وهذا الأمر على الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، رواه مسلم. وهذا هو الظاهر أنه يجب عليه أن يغتسل ليزيل الضرر الذي حصل بأخيه المسلم، فيغتسل بطريقة خاصة كما جاء في هذا الحديث، حديث سهل بن حنيف، يغسل وجهه في إناء ثم يغسل كفيه ثم يغسل مرفقيه ثم يغسل ركبتيه ثم يغسل أطراف رجليه أي أمشاط رجليه ثم يغسل داخلة إزاره أي طرف الإزار الملاصق للحقو الملاصق للجسم، يغسله في الإناء ثم يصب الماء
من وراء المصاب على رأسه وظهره، ثم يكفأ الإناء أي يرمى على الأرض. هكذا كانت طريقة الاغتسال في هذا الحديث. قال ابن القيم: وهذه الطريقة مما لا تدركها العقول ولا ينتفع بها من لا يؤمن بها ولا يصدق بها. فإن لم يعرف العائن فلا أنفع ولا أكمل ولا أولى من الرقية، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع إلا من عين أو حمى. فأنفع ما يكون للمصاب بالعين إذا لم يعرف العائن الرقية. وهكذا من لدغته ذوات السموم الحمى فلا أنفع من الرقية. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين. وهكذا في حديث أم سلمة المتقدم وهو في الصحيح: استرقوا لها فإن بها النظرة. وهكذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر بن أبي طالب وهم نحاف، رآهم وهم نحاف، فقال لأمهم أسماء بنت عميس: ما لي أرى أبناء أخي ضارعة، أي نحافا، هل هذا من حاجة أي من جوع؟ قالت: لا يا رسول الله، ولكن تسرع إليهم العين. وهذا أيضا فيه فائدة أن الأطفال هم من أكثر الناس عرضة للإصابة بالعين. فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لهم. فعرضت عليه أسماء أن يرقيهم، فقال: بل أنت أرقيهم. نعم، وهذا فيه فائدة أن أفضل من يرقي هو المحب لمن يحب. يرقي الوالد ولده، وترقي الأم ولدها، ويرقي الابن أباه، ويرقي الابن أخاه. يرقي المحب من يحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويعوذ الحسن والحسين فيقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة أي العين التي تمرض والعياذ بالله، العين التي تصيب والعياذ بالله. فهكذا معاشر المسلمين الرقية من أنفع ما يكون في علاج العين بالقرآن وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يستعمل العسل، فإنه قد ثبت أنه شفاء في القرآن والسنة. وهكذا ماء زمزم، يستعمل ماء زمزم فإنه لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم. وهكذا يتحصن المسلم، يتحصن من باب الوقاية، وإن لم يكن مصابا بالعين يتحصن بالحصون المنيعة التي ترد تلك السهام الخبيثة. يتحصن بالإيمان بالله وبالتوكل على الله والاعتماد على الله والوثوق في الله تبارك وتعالى. يتحصن بتلاوة القرآن وبالمحافظة على الأذكار صباحا ومساء، فإن من الأذكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأذكار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا يكثر ويحافظ على قراءة آية الكرسي والفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين. يتحصن بتلاوة القرآن وبالأذكار الشرعية. وهكذا معاشر المسلمين لا بأس أن يتحرز من باب الاحتراز فيستر محاسن من يحب، من باب الاحتراز وليس من باب دفع العين، ولكن من باب الاحتراز. إذا عرف أن هناك من ينظر إلى من يحب نظرة إعجاب ولا يبرك، أو نظرة حاسد، ولا حيلة لنا في الحاسد إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فيتحرز بستر محاسن من يحب، كما فعل يعقوب عليه السلام مع بنيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وهذا الاحتراز لا يرد قضاء الله
وقدره. ولهذا قال الله جل وعلا عن يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، والناس في العين طرفان ووسط. أما الوسط فقد تقدم الحق فيه من إثبات أمر العين وأنها تؤثر بإذن الله جل وعلا الكوني. وأما الطرفان فطرف أنكر الإصابة بالعين، وهم طائفة من الناس، منهم من هو من أهل البدع، ومنهم من هو من الأطباء، ومنهم من هو من المتفلسفين، فيقولون أن العين أوهام لا حقيقة لها. وهؤلاء جميعا سواء كانوا من أهل البدع أو من بعض الأطباء أو من بعض المتفلسفين، هؤلاء من أجهل الناس بالكتاب والسنة، ومن أجهل الناس بالواقع. فقد ثبت أمر العين في القرآن والسنة، وهكذا بإجماع السلف، وهكذا الواقع يشهد لذلك. فكثير من الأمراض لا يعرف أسبابها. يقوم المريض بعمل الفحوصات العديدة الكثيرة، ربما هنا وربما في الخارج، فلا يجدون سبباً لمرضه. فهؤلاء الذين ينكرون أمر العين ينكرون أمراً واقعاً مشاهداً ملموساً. وطرف آخر أحدث البدع واختلق أموراً ما أنزل الله بها من سلطان، واعتقدوا فيها أنها ترد العين وترفع ضررها. فمنهم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين يطلب شفاء العين على أيديهم. وهذا قد تقدم أن من ذهب إليهم فسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. وإذا سألهم مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومنهم من يعلق التمائم، وهذا بحر لا ساحل له، باب واسع. كل ما علق لدفع العين فهذا من التميمة المحرمة المبتدعة التي ربما قد توصل بصاحبها إلى الشرك والعياذ بالله. يعلقون الخرز، لا سيما الخرز الأزرق، إما على الرقاب وإما يجعلونه فصوصا للخواتم. وهكذا يعلقون ما كان على شكل كف أو على شكل عين، حتى ولو كان في حلي المرأة في قلادة أو ما شابه ذلك. إذا علق مثل هذه الأشكال يزعمون أنها ترد العين وتدفعها، فهذا من التمائم. وهكذا يعلقون الجماجم ورؤوس الحيوانات، وهكذا يعلقون أكرمكم الله قطع من الأحذية في بيوتهم في محلاتهم على مركوباتهم، يعتقدون أنها تدفع العين. وهكذا ربما تجد بعض الأشكال والرسومات في بعض محلات زينة السيارات، وقد تقدم ذكر ذلك، أشكال على شكل عين، لا سيما عين الذئب، فعيون الذئاب وأنياب الضبع وعظام النسور يعتقد فيها كثير من الناس أنها ترد العين. وهذا كله من التمائم المحرمة الشركية. وهكذا بعضهم ربما علق حذوة حصان على باب بيته، فهذا أيضا من التمائم
يريد بذلك دفع العين، بل لو كان المعلق من القرآن تعلقه على جدار بيتك أو على رقبة طفلك أو على سيارتك تريد بذلك رد العين، فهذا من التمائم. وهكذا بعضهم ربما وضع مصحفا في السيارة لا يريد قراءته وقت الفراغ، ولكن يريد بوضعه دفع العين، فهذا من التمائم. وهكذا بعضهم يفعل أفعالا يعتقد أنها ترد العين من ذلك. يصلون صلاة الجنازة على العائن، يأتون به برضاه أو بدون رضاه أو في حال نومه، فيأتون فيصلون عليه صلاة الجنازة، يعتقدون أنه بذلك ترد ويدفع ضرر عينه. وهكذا بعضهم ربما إذا نظر إليه أحدهم، ربما إذا نظر إليه إنسان وهو يأكل ألقى قطعة من الطعام على الأرض خوفا من عينه، خوفا من عينه، بدلا من أن تلقيها على الأرض ادعه يأكل معك، ادعه يأكل معك. وقد كان الإمام أحمد ربما ألقى الطعام لبعض الحيوانات إذا نظرت إليه فأطعم من ينظر إليك وأنت تأكل، أطعمه معك. وهكذا بعضهم ربما أخذ أكرمكم الله شيئا من فضلات العائن، يعتقد أنه بذلك يدفع ضرر عينه. وهكذا بعضهم يتبخر بالبخور في بيته، إما بحرق أعشاب أو بحرق أوراق ولو كان فيها قرآن، أو بحرق تراب مشى عليه العائن، أو يتبخر بأي نوع من أنواع البخور، يعتقد أن ذلك يدفع العين، فهذا مما لا أصل له. وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أن هذا لا يجوز، ولعل المقصود من ذلك استرضاء الشياطين والاستعانة بهم على الشفاء من العين والعياذ بالله. وهكذا بعضهم يتكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان، يعتقد أنه بذلك يرد العين، فإذا رأى من ينظر إليه معجبا قال امسك الخشب، أو إذا رأى من ينظر إليه معجبا قال خمسة وخميسة في عينك، يعني الخمس الآيات التي هي سورة الفلق، فبدلا من أن يقرأها يقول خمسة وخميسة في عينك. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبدلا من قراءتها يقولون خمسة وخميسة في عينك. وهكذا عين الحسود فيها عود، إلى غير ذلك من الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان، يعتقدون أنه يدفع العين، إنما تقول له هلا بركت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعضهم يعتقد أن الصلاة على النبي تدفع العين. الصلاة على النبي مشروعة، لكن ليست في هذا الباب، وهذا مما يقع على ألسنة المصريين وينشرونه عبر إعلامهم. صلاة النبي أحسن، يا أرض احفظي ما عليك، فيتلقف الناس هذا الأمر، فكلما أعجبهم شيء قالوا صلاة النبي أحسن، يا أرض احفظي ما عليك. هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولا يجوز أن يعتقد أن بذلك ترد العين، إنما بالأقوال المشروعة. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، برك هلا بركت. هكذا معاشر المسلمين. وليعلم المبتلى بالعين، من أصيب بالعين، أن هذا بقضاء الله وقدره، فليصبر، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يصبر ويلجأ إلى الله ويلح على الله بالسؤال، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. والله عز وجل هو الذي بيده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين.
والله عز وجل هو القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن على مرضانا بالشفاء. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأنت أرحم الراحمين. اللهم